كل الدنيا تعرف ان الاسد هو ملك الغابة، والاسد هو سيد الغابة، زي النادي الاهلي كده ما هو سيد افريقيا في كرة القدم. هل لو الاهلي ما عرفش ياخد بطولة يبقى خيبان؟ لا طبعا. طب ما الاسد ساعات بيفلت منه غزالة، يفلت منه حمار وحشي، ما بنقولش عليه ان هو مثلا حمار، لكن يظل الاسد هو الاسد. ده اللي حصل النهارده مع النادي الاهلي. اهلا بيكم في فيديو جديد، ما تنساش اللايك وكومنت وشير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النادي الاهلي النهارده للاسف بيخسر بطوله مهمه جدا، بطوله السوبر الافريقي. هل الاهلي خسرها بفعل فاعل، ام خسرها بالتحكيم، ام خسرها باللاعبين، ام خسرها بالمدرب، ام خسرها بالاستسهال والثقه في النفس او الثقه الزايده قوي على النفس؟ انا شخصيا شايف ان كل العوامل دي اثرت على النادي الاهلي. يعني التحكيم له عامل كبير جدا، اللعيبه استسهلت عامل كبير جدا، كولر عامل كبير جدا، في حاجات كتير عامل كبيره جدا. يعني برضو الاداره لها عامل كبير جدا. لو كنا خلصنا مهاجم من فتره ولحقنا نسجله كنا ممكن تفرق معانا. لكن نمسك الحكم كان متوتر جدا، كان عصبي جدا، كان قراراته غريبه جدا، كان بيتنرفز جدا على لعيبه الاهلي، ادى انذارات مش هنقول من غير مبرر، لكن ادى انذارات كانت ممكن ما تتاخدش لعيبه الاهلي. ضربه جزاء واضحه الكهرباء يعني 1000%. يعني بص هنقول ان هو ما شافهاش ماشي، طب الفار، طب ما الفار ضربه جزاء اتحاد العاصمه ما شافهاش، الفار رجعه وقالوا تعالى في ضربه جزاء. طب انت ليه بقى يا عم الفار ما جبتش الحكم اللي ما شافش بتاع اتحاد العاصمه وما شافش بتاع الكهرباء، قول له تعالى في ضربه جزاء، ليه ما ناديتلوش؟ مش عارفين. يعني هنقول الحكم هو عامل اساسي؟ لا، الفار. طب الفار ما نادلوش ليه؟ طيب دي حته. اللعيبه في الاخر لجأت الى الاستسلام والاستسهال وبقت تلعب كور طوليه ما كانتش بتوصل، وكمان لعيبه الجزائر طوال. كولر راح مطلع محمد عبد المنعم قدام ونازل ياسر ابراهيم عشان محمد عبد المنعم شاكس، محمد عبد المنعم شاكس وكان بيشكل خطوره. كهرباء عمل عليه، امام عاشور سدد تسديده قويه جدا وقت من ايد الحارس كانت ممكن تعمل حاجه. معنويات لعيبه الجزائر ارتفعت بشده، كل ما الماتش يقرب للنهايه ترتفع ويضيع وقت، ترتفع ويضيع وقت. يعني النادي الاهلي قابل النهارده عوامل كتيره جدا جدا، ما عدا عامل واحد هو عامل النجاح الوحيد اللي كان في صف النادي الاهلي، وهو الجماهير الغفيره اللي مالت الاستاد والتشجيع الناري. لكن كولر له اخطاء في التشكيل، له اخطاء في التمركز. اسحب لي المدافع كده علشان اعرف اخش كده، وخد لي الباك اليمين كده عشان أعرف. ما كانش فيه الكلام ده، ما شفناش. محاولات قويه جدا من كهرباء. صلاح محسن ما كانش بالمستوى اللي احنا منتظرينه. رضا سليم كان كويس. امام عاشور يعني سدد تسديد كان معقول. ديانج فانا مش فاهم يعني الحكم ليه كان بيعمل كده في الماتش. يعني انت ليه ضربه الجزاء، هو في اتاحت فرصه في ضربه الجزاء؟ يعني ضربه الجزاء فيها تحت، مفيش تحت فرصه في ضربه الجزاء، دي ضربه جزاء، دي ضربه جزاء، احسب صفر. ما صفرتش هات الفار يجيبها اسمه. لا البيه اللي قاعد على الفار ما جابهاش ليه وما ندالكش ليه؟ كرة الكهرباء اللي اتلغت برضو يعني قول ماشي الهدف اللي اتلغى الكهرباء. لكن النادي الاهلي انا حاسس يا جماعه انه استسهل الماتش. النادي الاهلي النهارده كان مستسهل الماتش. يعني هنقول ان الاهلي فعلا كان بابا المجال النهارده للاسف. يعني معلش تخربش يعني مش هنقول بقى خربوش، يعني على راي كولر قلم يفوقنا في بدايه الموسم. لكن برضه انا في علامه استفهام. النادي الاهلي عمل معسكر في النمسا وجه لعب طلائع الجيش ولعب هناك يعني ماتش في النمسا وجه لعب طلائع الجيش. طب انت يا عم كولر فين مش محفظ ليه اللعيبه تقف ازاي وتخش ازاي؟ اسحب لي المدافع كده واخش انا الف من يمين رضا سليم واخش كده اديها الكهرباء واسحب لي ده طلع لي الباك واخش من وراه. ما كانش فيه، كل كور عاليه والملعب مرشوش، الكره تطب وتجري. كمان لعيبه الاتحاد العاصمه اساتذه تضييع وقت، والحكم بقى في دي بقى يعني الحكم على اللاعب يضيع وقت، يضيع على ما يجي يلعب يروح الحكم رايح يديله انذار يضيع وقت كمان يقعد يكتب الانذار. انت يا عم تسيبه يا عم خلاص، ما فضينا خليه يلعب ولا كمل الاول. فماتش كده كهرباء ومتكهرب وماتش غريب وماتش عجيب وبطوله ضايعه من النادي الاهلي. بطوله كانت محببه للنادي الاهلي وكان يعني انا كنت شايف انها في المتناول. وفريق اتحاد العاصمه الجزائري فريق في المتناول وفريق سهل جدا وما صدقش نفسه ان هو جاب جون في النادي الاهلي. يعني فريق اتحاد العاصمه ما كانش مصدق ان هو جاب جون في النادي الاهلي. فانت يا عم كولر فين خططك يا عم كولر؟
طالع في المؤتمر الصحفي وشه احمر وحزين وزعلان ومقهور، وانا هعمل مع اللعيبه وانا هدخل مع اللعيبه اتكلم وانا هتكلم. تبقى خلاص البطوله راحت يا عم كولر. ما خلاص يا عم كولر البطوله راحت يا عم كولر، ما كمل الاول يا عم كولر. ما كنت تخش تحافظ على اللاعبين بين الشوطين يا عم كولر. انما انت ما انتش عارف تعدي والكره بتعدي بيها. هو في سوء توفيق برضه، يعني انا هقول لك هو في سوء توفيق، لكن انت بقى كمدرب بصمتك انزل. ده ننزل من اول الماتش مش من اول الشوط الثاني، ده ننزل من اول الماتش اكل فريق اتحاد العاصمه الجزائري، اكله يعني اكله كره القدم بلغه كره القدم، اكله طرقعه تك 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 وامام عاشور فضي. ما تفضي يعني كهرباء يدخل كده ومفروض وصلاح محسن، يعني انتوا المفروض تاخدوا كده توسعوا عشان امام يشوط. ما انتوا لازم يعني انا عايز افهم يعني دلوقتي انا ككولر، مش انا اقول للاعيبتي حاولوا تاخدوا اللعيبه الباكات وطلعوا على الجنبين كده عشان تفضل الستاره دي لامام عاشور يشوط. انت جايب مدفعجي، امام عاشور مدفعجي وكان مع الزمالك بيعملها صح جدا، مش انا افتح الستاره عشان يشوط. المفروض ما فتحتش الستاره ليه يا عم كولر؟ يا عم كولر ما تفوق يا عم كولر. وانت شبعت بطولات؟ لو انت شبعت بطولات النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. يعني انت شايف ان ده اخرك في البطولات؟ ده اخرك؟ لا، النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات، والنادي الاهلي دايما شاره وجعان بطولات. فانا شايف ان كولر كان سبب من ضمن الاسباب عفوا من ضمن الاسباب اللي تسببت في خساره كاس السوبر الافريقي النهارده. ويوم حزين على الكره المصريه. هيقول لي بقى الزملكاويه هيقول لك لا مش حزين علينا، ده حزين على الاهلاويه. بص انا بتكلم كزمهلاوي مصري، بطوله ضايعه من مصر ومن النادي الاهلي. هيقول لك الزملكاويه بقى بص امام عاشور وشه وحش، خدتوه في الدوري برده، اتهزمتوا ماتش وخسرتوا ماتش وتعادلتوا ماتشين، وهو خسرتوا السوبر الافريقي وشه حلو عليك. مالوش لازمه بقى يا جماعه، مالوش لازمه الكلام ده. احنا دلوقتي بندور على بطوله ضايعه لمصر. هتقول لي الاهلي بيقعد يغيظنا يا عمي، خليك انت عاقل. فيا جماعه النهارده الحكم كان سبب اساسي، وكولر سبب اساسي، واللعيبه استهتار شويه واستسهال شويه، ولاعيبه اتحاد العاصمه الجزائري يعني نزلوا الماتش دفاع ونحاول نخطف هجمه وجات لهم وخطفوا الكوره وضربه الجزاء وناموا عليها وماتوا عليها، وتضييع وقت بقى واستنزاف في الوقت. وشمال افريقيا كلنا عارفين تونس مغرب جزائر استنزاف وقت بطريقه بشعه. فاحنا بنقول للنادي الاهلي هارد لك، وبطوله تفوت ولا حد يموت، وان شاء الله اللي جاي افضل، وان شاء الله اللي جاي خير. يمكن مالناش نصيب، يمكن الاهلي ملوش نصيب في البطوله دي. يمكن في كاس العالم للانديه يكون درس، عشان في كاس العالم للانديه نوصل ابعد من المرحله بتاعه الثالث والرابع والكلام ده. يعني هنقول يعني يا مسهل. فدي ممكن يكون درس علشان اللعبه تفوق، ودرس الكولر يفوق، ودرس الاداره اللي اتاخرت في المهاجم، في حسم مهاجم. كنا عايزين مهاجم سوبر من الاول يا جماعه، من ساعه ما خلصنا الموسم كان المفروض يجي بقاله شهرين. فاحنا نتمنى النادي الاهلي في القادم الخير، وهارد لك لجماهير النادي الاهلي. ولو ما اشتركتش لسه في القناه يا ريت تشترك في القناه ولايك وكومنت وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.